أهلا كيفكم أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. أنا مس سلمى، معلمة رياض أطفال، بقدم التعليم والرسم للأطفال والأمهات والمبتدئين بأسلوب بسيط وممتع وسهل. النهاردة هنتعلم ازاي نرسم وردة بطريقة سهلة ومش تقليدية، خطوة بخطوة وممتعة للأطفال والأمهات والمبتدئين. هاتوا ورقة وقلم، يلا بينا نبدأ. طبعا كلنا عندنا طريقة تانية تقليدية بنرسم بيها الوردة، سواء لينا أو للكتاكيت في التعليم. النهاردة هقول لكم طريقة سهلة جدا وجميلة نرسم بيها الوردة للأطفال والماميز والناس اللي بتحب الورد. أول حاجة نرسم دايرة كبيرة مايلة شوية للشكل البيضاوي، ونرسم من جوه بالطريقة دي شكل بيضاوي تاني، بس نخليه قريب من الخط العلوي وبعيد شوية عن الخط السفلي. واحنا بنرسم هتعرفوا ليه عملنا كده. وبعدين اجي من النص كده وركزوا معايا، في كل خط هرسمه باتجاه اليمين هرسم زيه في الاتجاه التاني. في كل خط هرسمه دلوقتي باتجاه اليمين هرسم زيه في الاتجاه التاني، زي ما باين كده، بتكتيك بسيط علشان تبان في الاخر الخطوط متوازنة. بعدين هعمل تعرجات بين كل خطين واقف زي ما باين كده، علشان تظهر لنا في النهاية اوراق الوردة. بعدين امسح الزوايد اللي باينة من الشكل القديم اللي رسمناه. بعدين اجي في النص واعمل خطوط بالطول والعرض، ونحاول نخليها منحنية شوية مش مستقيمة، علشان تبان لنا الوردة كأنها 3D. بعدين تحت هنا في نص الوردة هنزل بخطين متوازيين علشان نكون عود الوردة، وهسيب فراغ بسيط في كل خط علشان هرسم منه شكل الورقة. وبعدين هطلع بخطين متوازيين المكان الفاضي اللي انا سبته فيه العود، فيهم انحناء بسيط، واجمعهم ببعض واطلع بشكل شبه رقم 7 علشان تبان لنا ورقة في النهاية. ونفس الكلام في الاتجاه التاني. هعمل دلوقتي شوية خطوط بسيطة في الوردة علشان نظهرها اكتر مع التلوين والتحديد بالقلم الاسود. دلوقتي هنحدد الرسمة بالقلم الاسود عشان تبان اوضح، واسيبكم انتم تلونوا بالطريقة اللي بتحبوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم والرسمة حبيتوها. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل جديد وسهل في عالم التعليم والرسم للأطفال. ويلا أسيبكم مع فقرة المفضلة، التلوين. ما أجمل الزهور تفوح بالعطور وترسل العبير والبشرى والسرور. ما أجمل الزهور تفوح بالعطور وترسل العبير والبشرى والسرور. ألوانها جميلة كألوان الغروب، تزين الحياة وتسعد القلوب. أشكالها كثيرة صغيرة وكبيرة، كالأرض مستديرة والشمس والبذور. ما أجمل الزهور تفوح بالعطور وترسل العبير والبشرى والسرور. إذا أتى الربيع واخضرت الدنا، الزهر صاح يا أحبابها أنا. أعطي النحل الرحيق وهدية الصديق والنور والبريق للبيت والقصور. ما أجمل الزهور تفوح بالعطور وترسل العبير والبشرى والسرور. يحبها الفراش وحولها